جات لنا حالة النهاردة عندها تقريبا 33 سنة أو 30 سنة، لسه شابة صغيرة. للأسف عندها خشونة في الركبة، أو ركبتها عندها 45 50 سنة. في التخصص بتاعنا يا جماعة السن ملوش أي عامل أكتر من أنت نفسك ممكن يكون عندك 30 سنة بس ركبتك عندها 50 سنة، وفي ناس عندها 55 سنة وركبتها عندها 30 سنة. لأن هو يعني كان في أحد الحكماء يقول حفظت ركبتي في الصغر فحفظتني في الكبر. هو حافظ على ركبته. طيب عشان أحافظ على ركبتي في الصغر فمحتاج وزن قليل، محتاج ما أعملش إجهاد على الركبة في طلوع سلم كتير ونزول السلم. وأعتقد السلم هو عدو الركبة. اكتر حاجه بتستهلك مفصل الركبه، طلوع ونزول السلم ووضع القرفصاء. واخطر حاجه كدكاتره عظام احنا بنكررها تقريبا، ممكن لو انت جاي لي بقى في رباط صليبي او في الغضروف الهلالي او اي مشكله ووزنك تقيل، احنا بنقول لك اسف انا ما اقدرش اعمل لك العمليه، خس الاول قبل ما تعمل العمليه. في عندنا بادي ماس اندكس، وزن زايد عن الجايد لاينز بتقولها لنا، هنقول لك سوري احنا مش هنقدر نعمل لك العمليه الا لما تخس وترجع تخس الاول وتقوي عضلاتك. عشان ما تجيش تقول لي انا عندي 33 سنه وعندي خشونه، عادي. احنا النهارده بقول لك واحده 33 سنه ركبتها 55 سنه.